طيب شباب، احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها عن الموديلينج تولز والايديتنج تولز، واتكلمنا عن اهم 4 ادوات. دلوقتي هنتكلم عن حاجة كمان، هي الموديفاير. عشان نعرف عنها هي ايه الموديفاير، اول حاجة انا هضيف فيه، تمام، عشان ده اللي هنشتغل عليه. ايه بقى الموديفاير؟ بص، الموديفاير دي حاجة كده بنضيفها زي مثلا حاجة بنضيفها للأوبجكت بتدي تسقية معينة. الكلام مش واضح معايا، بس خليك تفكر فيها على أساس إيه. أنت بتعمل إيديتنج، بتحرك البوليجون بشكل تلقائي، أنت بتقدر تحركه بالتولز بتاعتك، لكن الموديفاير هي عبارة عن حاجة أنت بتضيفها للأوبجكت بتعمل فاكت معينة أو بتعمل تسقية معينة. برضو انا عارف، حاسس ان الكلام مش واضح، بس خليني اقول لك هو فين الموديفاير. بص، شايف انت البانل دي اللي احنا قلنا عليها جروبرز؟ هتلاقي هنا في حاجه اسمها موديفاير جروبرز. لو انا جيت فتحتها هتلاقي بيقول لك اد موديفاير، تمام، اضغط عليه. هتلاقي هنا في شويه لسته من الموديفاير دي كتير جاهزه. طيب انا استفاد منها ايه؟ بص، لو جيت هنا بصيت على حاجه هنا اسمها جنريت، هنا ديفورم، هنا فيزيكس، هنا موديفاير. الموديفاير دي ما بنجيش يمها حاجات ادفانسد شويه. جنريت دي بتعمل جنريشن لحاجه زياده عن طريق الاوبجكت نفسه. طيب بالديفورم موديفاير بتخليك تعمل ديفورميشن للاوبجكت نفسه، تمام. ديفورميشن عن طريق دوال ومعادلات، قصه كده. المهم يعني بتدي لك شويه اوتبوت مختلف عن التاني. طيب فيزيكس دي اوبجكت، ده موديفاير ما بنضيفوش، لان احنا بندخل على الفيزيكس نفسها في تابة تانية. هو بقى لما تتحرك الفيزيكس بتاعتك بيضيف لك الموديفايرز ده هنا، فدي احنا ما بنستخدمهاش، دي ما بنستخدمهاش. الاثنين دول هم اللي بنستخدمهم. طيب كمثال array مثلا، لو انا عملت array، لو ضغطت array تاسكايه للاوبجكت عباره عن array. الاري دي اللي هو بيديك الاوبجكت يكرره كذا مره. يعني مثلا اخليه الفاكتورز في اكس في اتجاه، واخلي العدد مثلا 4 وهكذا. جميل. ده array. في امر تاني اسمه subdivision. in subdivision اهوت subdivision surface. بص كده على الاوبجكت، هتضيف له subdivision surface، هتلاقيه بقى كوره. هو طبعا مش كوره، هو بقى ناعم، هو بينعم. انا لو جيت عملت في الايديتنج هتلاقي البوليجون بتاعته موجوده اوريدي، بس هو الشكل بتاعه في النهايه ناعم شويه. فانا لو جيت ده هتشوف لفوق كده، هتلاقيه هو المفروض ان هو بقى كيوب بس طويل شويه. ده الشكل اللي جوه. لو عملت هنا كنترول ار هيبقى كده. طب لو عملت كنترول ار تاني هيبقى كده، تمام. سب ديفيجن ده بينعم الشكل وبيخليه سموث، تمام. في كذا موديفاير زي مثلا السكين سوليديفاي. يعني مثلا بص، السوليديفاي لو انا جيت عملت خدت بلين، ده البلين اهو، بلين عباره عن بلين بس، وعايز اعمل له سوليديفاي. ايه السوليديفاي ده؟ بيضيف سيكنس للبلين نفسه. لو خدت بالك هتلاقي ضيف السيكنس ده. طبعا اقدر اتحكم فيه عن طريق القيمه دي بالشكل ده. هو في الاول وفي الاخر بلين، يعني لو حركته هتلاقيه بلين، بس هو بيضيف له سيكنس. جميل. دي الموديفايرز. فالموديفايرز اللي انا بحتاجها بشكل كتير: الاري موديفاير، البيفل موديفاير. طبعا البيفل ده بيضيف بيفل لكل الايدجز اللي في البوليجون اللي في الموديل، بس انت في شويه فاكتورز بتعدلها في الموديفاير نفسه عشان تختار ايدجز معين، تمام. في بوليون ده بنحتاجه، هنشرحهم برضو. في ديسيميت ما بنحتاجوش كتير، نيومت ما بنحتاجوش، الميرور بنحتاجه، السكين احيانا نحتاجه، بس ده بنحتاجه في الكاركتر بيلدينج، هنشرحه برضه في المراحل المتقدمه من الكورس. السب ديفيجن سيرفيس ده لا غنى عنه اصلا، تمام. الترانجوليت ده ما بنحتاجوش كتير، الفوليوم مش قد كده، الويل الواير فريم مش قد كده. فانت عندك الاري، الفيبل، الفوليوم، الميرور، السكين، السوليديفاي، السب ديفيجن، تمام. خلينا نشرحهم واحده واحده. احنا اتكلمنا عن الاري، تمام.
او خلينا نمسح البوليجون ده او الاوبجكت ده على هنا، هنعمل لده اري. الاري بيضيف يعني بيعمل عدد كبير من الاوبجكت نفسه. فالتحكم بتاعه عباره عن ايه؟ العدد، بتدخل العدد وبتدخل المسافه بين كل واحد. فانا عندي مثلا هنا العدد 2، طب المسافه بين كل واحد 1، يعني مش بين كل واحد. المسافه ديت هي 1 ديت هي عباره عن المسافه، لو انا خفيته كده، المسافه بين النقطه دي والنقطه ديت هي دي 1. جميل. باعتبارها 1 هي المفروض المقاس نفسه ممكن يبقى 2، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 20، لكن القيمه فاكتور في 1. تمام. فانا لو خليت 2 هيبقى 1، فهتلاقي الاثنين اوبجكت جنب بعض بالملي. ممكن 1 دي اخليها 1.5 6، فيبدا يوسع المسافه. ممكن اخلي ده 2 3 4. تمام. طيب واي، اتجاه واي اللي هو ده، زد اتجاه زد. تمام. طبعا في شويه حاجات هنا اللي هي الكونستانت اوفست، طبعا دي بقى بيقول لك ايه، دي بالمقاس بقى، يعني ديت كانت ريلاتيف، دي بالمقاس، يعني المسافه بينهم 3.8 وهكذا. في شويه حاجات تانية، طبعا دي حاجات متقدمه شويه مش هنحتاج ان احنا نعرفها، بس اللي انت محتاج تعرفه ان انت لو عملت ريلاتيف اوفست بالشكل ده وخليته في اتجاه اكس بس والباقي ثابت، تقدر بعد كده تعمل دبليكيت للاري نفسه وتعمله في اتجاه واي بقى، يبقى مثلا 1.5. يبقى عمل اول حاجه اري في اتجاه اكس، وقام واخد الموديفاير بتاع اتجاه اكس قام مكرره في اتجاه واي، وتقدر ترجع تكرره تاني في اتجاه زد. تمام. هو كرر الموديفاير كله في اتجاه واي تاني، فاحنا لا هنخليه بقى صفر ونخليه في اتجاه زد كذا مرة، 6 مرات. تمام. القصة ديت زي ما انت شايفها بالشكل ده بنحتاجها، بس طبعا مش على طول. انت بتشوف اللي انت مناسب ليك تحتاج. هتلاقي بعد كده انت محتاج مثلا بيبل. طبعا اول حاجة كنترول ايه، ثواني، لا محتاجين كنترول ايه. كنترول ايه يا شباب، ده مهم جدا هنشرحه بعد. خلينا نختار البيبل. هيعمل بيبل الايدجز اللي قدامك. طبعا نقدر نتحكم في الاماونت دلوقتي، هو اندستراكتور تقدر تتحكم فيه، تقدر تزود السيجمنتس يعني يبقى بالشكل ده، يبقى ناعم يعني. تمام. تقدر تعمل له ابلاي كمان غير الدبليكيت، يعني ابلاي ده بيحوله لايه، لبوليجونز اوريدي. تمام. عايز معلش في الشرط، الثلاث عناصر دول انت بتحتاج منهم دي ودي. اللي هو الشاشه ده بيلغي تاثير الموديفاير، وده بيظهر ليه في الفيو بورد، لكن هو هيبقى موجود في الريندر النهائي لما نوصل لمرحله الريندر النهائي بتاعه. بس هو كده انت لغيه، عشان انت محتاج تلغيه عشان تظهر موديفاير تاني عشان تدرس تاثير، طريقه تلغيه. ده بيلغيه في الريندر النهائي، بيبقى موجود بالفعل لكن بيلغيه في الريندر النهائي. نعرف ده معناه ايه برضه بعد كده. تمام. في بعد كده في الفوليوم ده بقى، لو انا مثلا جبت كوره، جميل، وجيتها في اتجاه اكس حركتها هنا وقلت له انا عايز حفره بمقاس الكوره ديت جوه الاوبجكت اللي هي سبتراكت. تمام. فهتقوم رايحين جايب الفوليوم وتقوم قايل له اختار الاوبجكت اللي هتعمل منه فوليوم، اختار الاوبجكت عن طريق انا دي، تقول له فوليوم، هيقوم رايح هو قطع. انت شايف حاجه؟ لا مش شايف حاجه، مش شايف النتيجه. لو جيت حركت دي حتى شوف اي حاجه، بس انت هتاخد بالك ان بعد كده هتلاقي فيه القطعه دي مقطوعه. طيب تعالى نطلعها بره كده شويه. دي مشكله الفوليوم في البلندر. السينما 4 دي ابسط من كده بكتير، فخلينا نعمل ابلاي. نتيجته ما بتبانش لما بتعمل ابلاي. تمام. خلينا نعمل ابلاي. هو كده قطع. تعالى بقى نحرك دي ويطلع، هتلاقي عمل حفره جوه الاوبجكت نفسه. بص انا دلوقتي السين بدا يهرب مني. لما باجي اعمل روتيت او اوربت بلاقي السين هرب، صح؟ المفروض انا عايزه يعمل روتيشن حوالين النقطه دي، انا باجي الف كده الاقيه بيروح يمين، هرب مني، ارجع اعمل له بيان بعد. الموضوع بقى مش لطيف. انت بتظبطها تاني عن طريق تيجي على فيو، الاين فيو، سنتر تو كورس، هيقوم اعمل له سنتر. خلاص كده الروتيشن بقى مظبوط وما عادش بيهرب مني. ودي الاوبجكت.
البوليان اللي حصل. طبعا تقدر تكرر القصه ديت كذا مره عن طريق ان انت مثلا حابب تعملها مثلا كده. تعالى هنا هنعمل مثلا بوليون هنا، فانا اختار بوليون واقول له الاوبجكت اهو ده، وبعد كده هقوم قايل له ابلغ، واجي اخد الاوبجكت ده اطلعه بره، هتلاقي عمل انزرتبل. طبعا تقدر تعمل كذا شكل بكذا طريقه باللي يناسبك. تمام. المهم ده البوليون. نلغي دول. تعالى نعمل كيوب تاني وتعالى نشوف ايه اللي عليه دول. بوليون بيلد سميت جيومتري ماست ميرور. انا عندي ده اوبجكت، الاوبجكت ده اهو مكانه في اتجاه اكس بالشكل ده، عايز اعمل له ميرور. الميرور بص عمل حاجه؟ ما عملش حاجه، فاحنا هنجيبه اكس. هو بس ميرور الاوبجكت نفسه. تعالى نلغيه تاني معلش، لان هو الميرور بيبقى محتاج شويه تظبيطات ليه يعني. فخلينا نبص كده ميرور. تمام. تعال نحركه. انا مش عايز اقرب من القصه دي، مفيش مشكله. هنضيف حاجه هنا اسمها انت متقولش بالك هي ايه. المهم ده الاوبجكت، هختار الميرور اوبجكت يبقى الامتي. تمام. وهبدا احرك. عمل ميرور. تمام. انا هحرك في اتجاه اكس، هو كده عمل ميرور. هو احيانا بيحتاج ميرور اوبجكت، انا اقول له انت تعمل ميرور حوالين الاوبجكت، بحيث ان انا لو جيت حركت الاوبجكت ده بعد كده يبدا هو يعدل في الميرور نفسه بناء عليه. تمام. طلعته لفوق، مشيته في اتجاه اكس، ايا كان. المهم ان الميرور اوبجكت ده بيتحكم برضه في قيمه الميرور. انا مش كنتش عايز كده. تمام. فده ميرور حوالين اكس اللي هو ده. طب لو خليناه حوالين واي بيبقى حوالين واي اللي هو اكس واي ده. نفس الكلام على زد وغيره. تمام. فالميرور بيعمل حاجتين احنا ساعات بنستخدمها في ايه الميرور ده، ان احنا نعمل كريشن لحاجه المفروض ان هي الاتجاه اليمين والشمال بتاعها زي ايه مثلا. ان انا مثلا اجي اديت واعمل كنترول ار في المنطقه دي، وهقوم رايح جاي على المنطقه دي هعمل ديليت للجنب ده اكس. تمام. وبعد كده هقوم رايح اعمل ده ميرور. جميل. في الميرور على اتجاه واي. هو دلوقتي ما احتاجش ان انا يبقى فيه ميرور اوبجكت للاسف. المهم هو دلوقتي معمول له ميرور في اتجاه واي. هو دلوقتي ظاهر قدامك ان هو كيوب صح، لكن هو في الحقيقه مش كيوب، هو نص كيوب. بس انا دلوقتي لو جيت حركت البوليجون ده الاقي البوليجون التاني بيتحرك، فانا اقدر اعمل edit بالشكل ده. اقدر اعمل مثلا بتاع انسان آلي ايا كان يعني كده اي حاجه، بحيث تبقى ريفلكتد في الناحيه. تمام. فاصبح الاوبجكت كده ممكن اعمله في الاربع اتجاهات اكس واي زد. يعني خلينا نجرب. انا عندي بليت، هنيجي هنا ونيجي هنا وهنقول له هنختار الفيس ده وده. احنا لسه عايزين نعمل له قاتل. نختار ده وده ده وده، وكنترول اي عشان يبقى سيلكت اول ما عدا اللي انا يعني اعمل انفرتر سيلكشن، واقوم رايح كنترول اي تاني معلش اكس فيس خلاص. وهاجي هنا اعمل ميرور. تمام. فهو عمل ميرور في اتجاه اكس، يعمل لي كمان في اتجاه واي، عمل ميرور في اتجاه اكس وواي وزد، عمل زد. فهو انا عندي دلوقتي ثلاث جوانب دول معمول لهم ميرور حوالين اكس وواي وزد، فعمل لي كيوب. جميل. خد بالك هو بيعمل ميرور حوالين الاوريجن، فما تنساش الحته اللي الاوريجن تبقى في مكانها الصح. هنعرف الكلام ده بعد كده. جيت انا بقى حبيت ايه اعمل ايديتنج على الجزء ده، انزرت اس بالشكل ده، وقمت عامل الت واي. مش ايه بقى ايه اللي هي اكسترود، لا انا هعمل الت واي. الت واي بتفيدني ان انا اعمل اكسترود على كل اكسس. يعني ده ليه اكس، ده ليه اكس اكس، ده عمودي عليه اكس واي، وده عمودي على اكس زد، وده اكس. فطبعا كل واحده ليها اكس مختلف، والت اي بيعمل اكسترود كل واحده على بالشكل ده. واخد بالك الميرور عمل ايه؟ انا عملت لو انا خفيت الميرور شويه لان عملت ده بس،
لكن لما عملت له ميرور في كذا اتجاه جاب لي النتيجه. طبعا اقدر اخد ده بقى كده واموج ده لوحده، اجيبه كده اللي هو يعجبني يعني. تشوف انت الانسب بالنسبه لك ايه واعمل الشغل بتاعك، بس اديك عندك بولز تمام. طبعا دي عشان اعملها لوحدها احتاج وقت من غير مجرد ده كده تعال نشوف الباقي على السريع. انا عندي بعد الميرور في السكين ده مش هشرحه دلوقتي، ده في الكاركتر ديزاين، لو ربنا اراد ممكن نشرحه بعد. سوليديفاي عرفنا ان هو بيعمل سيكنس، السب ديفيجن يبقى انا كده عرفنا تقريبا الجنريت كلها. في هنا طبعا ديفورم، دي كلها اسيتس بتخليك تعمل ديفورم للاوبجكت نفسه على كل حاجه على حده، كل حاجه على حسب وضعها ايه تمام. من اهم حاجات اللي بنستخدمها هي الديسبريكس، دي هنحتاجها في الماتيريال بقى. اديك عرفت الموديفاير، هندخل بعد كده على الاكسرسايز بتاعنا. هنجيب صورة كده ونحاول نعمل كذا موديل فيها، بحيث ايه نطبق اللي احنا اتعلمناه في الورشة او في المحاضرات بتاعتنا.